مصطفى فتحي هيخرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان أنا مش الأهلي يا ابن عمي، الزمالك يتعادل مع المصري البورسعيدي 2-2. الزمالك بيبدأ اللقاء بأحمد الشناوي لحراسة المرمى، قدامه 2 دي ودار والرادار، على يمينهم حازم إمام، على شمالهم محمد عبد الجمعة، قدامهم طارق حامد وأحمد توفيق ومحمد إبراهيم، قدامهم كهربا ومصطفى فتحي، تحت مهاجم صريح باسم مرسي. انطلاقات حازم امام ومصطفى فتحي كانت هي الاخطر على مرمى المصري في الشوط الاول. عادل جمعة ما عرفش غياب ماتش بيأثر في مستوى كده اهو، واكيد ده برضو اثر على اداء كهربا في الماتش. اداء قوي من نجم المباراة محمد ابراهيم اللي عرف يخترق دفاعات المصري بكل شراسة ويسجل هدف. باسم مرسي استطاع انه يعمل اللي كان بيعمله السنة اللي فاتت واللي خلاه هداف مصر الاول في اقتناص اخطاء المدافعين ويحطها في شبكة الخصم. مصطفى فتحي زي ما قلت هو حازم. مصطفى فتحي حسام حسن كانت خايفة اللي يحصل ويجي جون عالمي تاني من مصطفى فتحي، فكان محاوطه بثلاث لعيبة. بالنسبة لتوفيق وطارق حامد فكان أدائهم حلو. توفيق كان بيغطي كل كرة جوه ال 18 ونفس النظام كان بيعمل له علي جبر اللي كان مغطي على استاد اسكندرية كويس. الإدارة كان بيحاول بأقصى جهده إنه يرجع للمستوى المطلوب بعد إصابته ورجوع، وادي أهو كمان اتوقف بسبب الطرد. باسم مرسي بيرفع رصيده ل6 أهداف. باسم مرسي كهربا ما كانش فايدنا كتير عشان الاوفرلاب ما كانش توصله كتير، لان حسام حسن كان قافل على اطراف الزمالك. البدلاء مايوكا، ما اعتقدش ان نزول مايوكا اثر كتير في اداء الفريق، لكن رسيته كان وشها حلو. يعني هو نزل من هنا، جون التعادل جه من هنا. معروف يوسف، وده التبديل اللي عدل مستوى الفريق شويه في الشوط الثاني. وصل بين خط الدفاع والهجوم وادى كويس. احمد حسن مكي عايزينه ينزل التبديلات دي كتير عشان يرجع للمستوى اللي احنا كنا بنشوفه بيه قبل كده. وده كان كل حاجه النهارده. احب اقول ان الموسم لسه ما خلصش ولسه قدامنا كاس مصر وكاس السوبر وابطال افريقيا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم مع تقديرات اللاعبين. يوسف مرة حلوة. سنفات عطاني احكي واقول واغني قال الزمالك يا عمري.